بوكس كبير كده، علب كده موجود فيها سمارت ووتش، غير ان الساعه نفسها ممكن ما تكونش عاليه وامكانياتها تكون عاديه. وبقى معاها بقى استرابات كتيره، معادن وجلد وقماش وكل الانواع. الاستراب الواحد ب 60 و70 جنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى ناس في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد. وطبعا زي ما انتم عارفين لو انت لسه ما عرفتش ان في 3 حاجات مهمه لازم تعملها، هم اللايك والشير واشتراك في القناه، وتفعل طبعا جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد وان شاء الله انا انزله. بالنسبه للقناه بتاعتنا كده وباختصار شديد جدا، القناه بنتكلم عن السمارت ووتش. السمارت ووتش عامه باي نوع نزل في السوق ان شاء الله موجود عندنا في الشانل بتاعتنا. بنتكلم عن البرامج بتاعتها، بنتكلم عن الاسعار بالنسبه للمشاكل وبالنسبه لحلها، فكل ده موجود عندنا في الشانل. لو عاوزت اي حاجه طبعا قبل ما تشتري سمارت ووتش فممكن تقلب في القناه عندنا وتلاقي اللي انت عاوزه ان شاء الله. وطبعا لو عايز تشتري حاجه فانا سايب لك طبعا لينك الشراء بتاعنا احنا، انت ممكن تشتري من عند الموقع بتاعنا ان شاء الله. هنظبط لك السعر اللي انت عايزه وتاخد معاها كمان هدايا كتير، وده طبعا على حسب انت وحظك بقى، ممكن تلاقي فيه هدايا وممكن ما تلاقيش. في الفتره اللي فاتت دي بقى انتشر شويه حاجات كتيره جدا. بالنسبه بقى للبوكس كبير كده، علب كده موجود فيها سمارت ووتش وجاي معاه بقى استرابات كتيره، معادن وجلد وقماش وكل الانواع دي. فكان في ناس كتير بتسالني على السمارت ووتش دي ان هو مثلا عايز يقدمها كهديه، كهي حاجه كويسه. فانا بصراحه ما برشحش حاجه زي كده، لان هو بيجيب لك ساعه عاديه خالص ويحط لك معاها شويه استرابات كتير. الاستراب الواحد ب 60 و70 جنيه، فانت بتفرح بالحوار ده وبالباكج ان هي كبيره وموضوع كبير، غير ان الساعه نفسها ممكن ما تكونش عاليه وامكانياتها تكون عاديه. زي السمارت ووتش اللي هنتكلم عنها النهارده هي البي بي 8 برو ماكس. بص العلبه زي ما انت شايف كده ما شاء الله، علبه كبيره خالص اهي، يجي مثلا 20 في 15. فهي بالنسبه لك كشغل وكهديه هي بصراحه حلوه قوي ان انت تديها كشخص هديه، تلفها كده وتحط لها فيونكه. جميل جدا ان انت تقدمها لحد. بس احنا بنتكلم بقى عن امكانيات الساعه نفسها، ان انت تاخد ساعه قيمه بالسعر مثلا في حدود ال 700 800 جنيه. هي في حدود ال 700 عامه الساعه دي، اللي بقول لك سعرها من اول كده عشان تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. ففي الحدود دي انت ممكن تلاقي ساعه كويسه، او ممكن تزود عليها 100 جنيه كمان تجيب ساعه محترمه جدا. انا من البدايه كده ما برشحش حوار ان انت تجيب حاجه كبيره كده فيها باكج، غير ان هي فعلا زي ما قلت لك هديه، تقدمها لحد هديه وعايز حاجه تكون شكلها شيك وكويسه. فهي حاجه زي كده ارشحها لك ان انت تجيب الشغل ده، لان هو شغله كويس، شكله حلو جدا بالنسبه للمنظر. فتعالوا مع بعض كده نشوف الساعه دي بتقول ايه كده ونفتحها ونشوف. طبعا اول حاجه هتقابلها قدامك هو الثلاث استرابات او الثلاثه اوستيك اللي قدامك دي. طبعا انت الاوستيك ده انت بتختار الالوان اللي انت عايزها، لان هي كده في منها الوان، فبيجي معاك الاسود البرتقاني الجراي. طبعا هنا الفكره ان الاوستيك ده بصراحه كويس، مكتوب عليه اسم المقاس بتاعه والرقم، وطبعا الحديده بتاعت اللوك هنا، لان الساعه دي حجمها 49. فدي حاجه كويسه جدا بالنسبه للبدايه خالص. احنا بنتكلم من بره كده. طبعا اعذروني شويه عشان ممكن حرف النون ما يطلعش معايا لان انا عندي برد. فنكمل مع بعضنا كده وسيبك من الاستراب ده خالص بقى كده، ان هو ملوش اي 30 لازمه. زي ما قلت لك كتر استرابات انت ممكن تشتري ساعه وتحط 2 3 4 معاها في العلبه عادي. فنيجي هنا للشاحن بتاع الشاحن بتاعها هنا وايرلس. هو بصراحه بطيء حبتين، لان انا جربته قعد تقريبا ساعه او ساعه ونص، شحن نص الساعه نفسها، نص البطاريه. فدي حاجه بصراحه مش سريعه. فبالنسبه للشاحن احنا مش هنتكلم فيه برضه، لان هي دي حاجه عاديه. وطبعا زي ما قلت لك قبل كده لو باظ منك انت ممكن تشتري شاحن وايرلس عادي. وبيجي معانا طبعا الكتيب اللي هو الصغير، الورق اللي انت شايف دي، اللي احنا بصراحه زي ما قلت لك قبل كده احنا ما بنتكلمش فيها خالص، نرميها على جنب كده. نيجي بقى يا باشا السمارت ووتش نفسها ونفتح كده الورقه ونشوف، او الورقه اللي عليها دي نشيلها خالص كده، عشان انا بصراحه ما بحبهاش، بتبقى متحكمه في الساعه شويه. بالنسبه للمقاس وبالنسبه للخامات والشكل فممتاز 100 عامل زي الالترا الاصليه. ان هي جايه مع المسامير بتاعتها، طبعا المسامير مش متربطه كويس تقريبا كده. وطبعا فيها زرار اللوك، عندك هنا البكره الكبيره شغاله، عندك المايك، عندك الزرار، عندك زرار اختصار. طبعا الماتيريال ما تسالنيش فيها بالنسبه للزراير دي، لان ده انا اول حاجه ببص فيها شكل الزراير عامل ازاي والخامه بتاعتها مصنوعه من ايه. فبالنسبه للشاشه بتاعتها فالشاشه بتاعتها كبيره زي ما قلت لك 49 بس، طبعا ولا اموليد ولا سوبر اموليد ولا اي حاجه من الحاجات دي. هي فيها شويه بكساله كده بس شغاله معاك يعني. لو مثلا رفعنا من فوق كده هتلاقي قدامك الحاجات اللي هي معروفه بتاعتها، اللي هو مثلا الشحن، تدور على التليفون، شكل التطبيقات من جوه عامل ازاي، اللي هي المكالمه وعليها بلوتوث. دي مهمه جدا زي ما قلت لك، ان انت لو عايز تخلي المكالمه تطلع من الساعه نفسها فهتدوس هنا وانت تكون فاتح طبعا البلوتوث في التليفون بتاعك، فيظهر لك حاجه كده اسمها كول، اسم الساعه وجنبها كول، فتدوس عليها هيطلع لك الصوت او يخرج لك الصوت بقى اذا كانت وسائط او مكالمات.
هيطلع من الساعه نفسها. لو سحبنا من تحت كده طبعا هيقول لك لا يوجد اخبار. طبعا انا عايز اكلمك على حاجه هنا في البدايه، ان اللغه العربيه بصراحه هنا زباله قوي، يعني ما فيش لغه عربيه، مش عارف ما اتعلمتش ولا ايه. فاللغه العربيه هنا مقطعه جامد، يعني صعب ان انت تقرا اللغه العربيه، بس هي موجوده فيها عامه، وفيها كلمه سر بالنسبه للاعدادات اللي احنا فيها دلوقتي، بالنسبه لاستبدال بشان. يعني انا مش هعرف اقرا طبعا الكلام ده، لان انا لو قعدت اقراه احس ان انا عيل صغير لسه ببدا اتعلم اللغه العربيه. فالكلام ده احنا كله عارفينه. اضاءه طبعا، الاضاءه هنا معاك زي ما انت عاوز، ووقت الاضاءه كمان ممكن تحدده. كل الحاجات دي موجوده معاك. معلش يا جماعه رحت مشوار كده على الطاير كده ورجعنا تاني عشان نكمل الفيديو بتاعنا. نيجي بقى للحاجات بقى، التطبيقات اللي موجوده فيها، بالنسبه مثلا ان انت الاله الحاسبه فهي موجوده منها نفس الشكل والتاتش بتاعها شغال معانا كويس. في عندك هنا مثلا شكل الحاجه نفسها، التطبيقات عايز شكلها يكون عامل ازاي. عندك الواتس وعندك الفيس وعندك تويتر هنا شغال، بس فاهم انت اللي هو مش قوي يعني زي ما انت متخيل، حاجه زي كده. وفيها طبعا الحاجات اللي هي القياسيه وحاجات الرياضيه، وكل ده زي ما قلت لك قبل كده، الحاجات القياسيه دي مش حاجه دليل ان هو اساس ان انت تمشي عليه. اما بالنسبه للحاجات الرياضيه فهي شغاله معاك كويس، بالنسبه للجري، بالنسبه مثلا للتنفس، نبضات القلب، السعرات الحراريه في جسمك، الحاجات دي يعني شغاله شويه معاك. انت ممكن هنا مثلا كمان تضيف اسامي، لو عايز تضيف اسم مثلا او 2 او 3 او 4 اللي معاك لحد 8 اسامي انت ممكن تضيفها على الساعه دي. وبالنسبه بقى للابلكيشن اللي بيشغل الموضوع بتاعنا ده، هو اسمه ليفن هيلثي لايف. فبرنامج كده انا بصراحه اول مره اشوفه، لان انا مجربتوش قبل كده، فحبيت ان انا انزله واشوف هو بيشتغل ازاي. فتعالى مع بعضنا كده نجيب التليفون ونشوف هو بيشتغل ازاي. طبعا انا نزلت تطبيقين، الاتنين كانوا بنفس الاسم، بس التطبيق اللي شغال معانا هو التطبيق اللي باين قدامك ده اللي احنا دوسنا عليه. ثواني نرجع كده، اللي هو دوسنا عليه ده. فتعالوا مع بعض كده نشوف هو بيشتغل ازاي. طبعا انا اقترنت قبل كده بالساعه. طبعا اول حاجه هيقول لك عليها ان انت تربط ده بالجيميل بتاعك، فانت ماشي الموضوع وكل ده بالنسبه لك موضوع سهل ان انت تعمل كده. وطبعا لازم يكون فاتح النت، ولازم يكون عندك البلوتوث مفتوح، ولازم يكون عندك الموقع مفتوح. فكل ده مهم عشان انت تعمل اقتران بسرعه بالساعه بتاعتك. فنيجي هنا مثلا لاشعار الرسائل والحاجات دي والتنبيهات، وكل ده مهم. الفكره ان احنا عايز اوريك حاجه، مثلا انت لو عايز تحط مثلا صورتك خلفيه، فانت هتدوس هنا على اختيار، تختار اي صوره اللي عملناها قبل كده، مفيش مشكله منها خالص، نعمل اوكي. وطبعا باللون، النص، المكان، انت عايز المكان يتحط فين، التاريخ بتاعها. وطبعا هنا التاريخ مهم جدا، ان هو بيشتغل 12 ما بيشتغلش 24 بس، ودي حاجه كويسه جدا. فهنا طبعا النت زي ما انتم عارفين النت عندي ضعيف حبتين، فهنشوف لما هو يقترن يبقى اجيلكوا تاني. وطبعا لو انت وصلت لحد هنا فيا ريت تعمل لايك، يا اما تشترك في القناه وتفعل طبعا جرس التنبيهات. طب بالنسبه للانتظار اللي انا استنيته كتير ده، هو ما عملش اي حاجه والصفحه علقت شويه كده. فممكن يكون من النت، وممكن يكون هو البرنامج معفن زي ما انا قلت قبل كده، ان هو تطبيق بصراحه يعني انا ما جربتوش قبل كده، لان هو مش مشهور اصلا، وقليل جدا اللي منزل التطبيق ده، لان هو ضعيف حبتين في الاستخدام بتاعه. فعندك هنا اهم الجهات الاتصال ده اللي ممكن انت تضيفه من علامه الزائد اللي فوق. بالنسبه مثلا لترقيه البرنامج ده، اول حاجه لازم تعملها اصلا البحث عن الجهاز، الاعدادات الاخرى، وهو زي ما قلت لك ال 12 ساعه، ورفع المعصم لفتح الشاشه. ده هم اللي موجودين يعتبر بس في كل حاجه من الحاجات دي. طبعا حدد النموذج الخاص ده اللي زي ما قلت لك، انت عايز تحط صورتك خلفيه او عايز تحط خلفيات ثانيه، فعندك شكل الخلفيات اللي هي بره دي. واشعار الرسائل، فعندك اشعارات كتيره جدا، انت ممكن تعمل اللي انت عايزه بين كل الحاجات دي. فتقريبا انا مفيش حاجه تانية ممكن نتكلم عن البرنامج ده غير اللي بره، مثلا الصفحه الرئيسيه للجري، الاكسجين وكل ده، فهو شغال معاك عادي. بس طبعا زي ما قلت لك قبل كده مش حاجات قياسيه تمشي عليها اصلا. فالنسبه لان احنا البرنامج زي ما قلت لكم برنامج ضعيف حبتين، يعني انا مش عارف استخدمه، مش زي مثلا وير فيت برو، برنامج 100 بيشتغل مع اي ساعه عامه. وطالما عرفت ان البرنامج ده موجود في اي ساعه، فالساعه نفسها ساعه عاليه، اعرف ان البرنامج ده بيحط لي الساعات العاليه بس. وطبعا كل ساعه فيها محدده بامكانيات غير الساعه الثانيه. فالبرنامج ده بصراحه انا مش عارف استخدم فيه حاجه تاني غير ان هو بس كده، او مفيش حاجه تاني ممكن تستخدمها. فانا وريتك الطريقه، انت ممكن بقى ايه تقعد لو عندك شويه صبر كده على النت، يكون النت شديد وقوي، ان هو يشتغل معاك كويس، وممكن ان شاء الله الصوره بتاعتك تتعمل. نيجي بقى نتكلم عن البطاريه. بالنسبه للبطاريه بتاعته، فهي البطاريه بتستخدم معاك هم يومين او 3 ايام كده، يبقى هي جدعه قوي. فبالنسبه للبطاريه هي مش عاليه قوي ومش وحشه يعتبر، لان هو استخدمها
استخدامها بسيط حبتين، لو انت دوست عليها بس في الاستخدام شويه ممكن تقعد معاك يوم او تكمل اليومين. وطبعا بالنسبه للسعر زي ما قلت لك قبل كده اتكلمنا عن السعر ان هو 700 جنيه، فانت على حسب المكان اللي هتشتري منه وعلى حسب الموقع اللي هتشتري منه. وزي ما قلت لك الحاجات دي بقى نزل منها كتير، اللي هي 4 ستراب و5 ستراب وجايه معاها كمان ايربودز، وكل الحاجات دي زي ما قلت لك انت ما بتاكلش بالحاجات دي غير ان انت لو هتقدمها فعلا هديه لشخص. وبكده تقريبا مفيش حاجه ثانيه ممكن نتكلم عنها بالنسبه للسمارت ووتش دي. فطبعا لو عندك اي سؤال انا سايب لك لينك الفيسبوك والانستجرام والواتساب موجودين عندك في الديسكريبشن تحت، ممكن تروح على اي موقع منهم. وطبعا سايب لك الموقع بتاعنا اللينك، الموقع انت ممكن تشتري منه زي ما انت عايز. زي ما قلت لك لو حتى مش عاجبك السعر ابعت لي على الخاص ولا مصطفى عايزك تظبط لي سعر ده كذا، فانا اقول لك ان شاء الله مع بعضين. واستنوا الفيديوهات جايه كتير ان شاء الله، وزي ما دايما فكروها صح.